الاحترام لأهل العلم والفضل، يقتل العلامة عبد الرحمن العدني ظلما بإجماع أهل الإسلام ممن بلغه خبره، فكل من بلغه خبر الشيخ عبد الرحمن استنكر إلا من كان مريضا. وقد كتب أهل البدع، جملة من أهل البدع، كتابات استنكارية لمقتل الشيخ عبد الرحمن، كتبوا كتابات استنكارية وكتبوا التعازي لدار الحديث بالفيوش، ولكن الطراز النكد فرح بموت الشيخ عبد الرحمن. أسمعتم يا عباد الله بهذا العنوان؟ مقتل الشيخ عبد الرحمن العدني المبتدع الضال نعمة من الله الكبير المتعال. أسمعتم بهذا؟ مقتل الشيخ عبد الرحمن العدني المبتدع الضال نعمة من الله الكبير المتعال. أسمعتم بهذا؟ من لم يسمعه فليسمع الآن. عنوان مقتل الشيخ عبد الرحمن العدني المبتدع الضال نعمة من الله الكبير المتعال، ألفها محمد العمودي الحجوري مذهبا الحضرمي نسبا الذي يسكن في عدن في القلوعة. ألف هذه الملزمة وفطر فيها ما يندله الجبين بفرح بالغ وسرور كبير بمقتل الشيخ عبد الرحمن العدني. انظروا يا عباد الله أي جناية على الشريعة، أي جناية على الأمة. هل أمرنا الله أن نفرح بموت مسلم؟ هل أمرنا الله أن نفرح بموت مسلم من المسلمين؟ فضلا عن أن نفرح بموت عالم من العلماء. قال أيوب السختياني: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي، فكيف موت العلماء؟ وقال رحمه الله: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.